مع بداية كل سنة كلنا بنكون متحمسين نغير حياتنا ونحقق أهدافنا ونحقق إنجازات كتير جدا، لكن بعد ما بيعدي أول أسبوع بس من السنة الحماس ده كله بيختفي خلاص وبترجع ريما لعادتها القديمة، وده لأنك ما غيرتش حاجة في عاداتك ولا غيرت روتين حياتك اللي أنت ماشي عليه، ولا بقى في خطوات واضحة وصريحة تقدر تمشي عليها عشان فعلا تغير حياتك وتحقق أهدافك دي. فالنهارده أنا جاي لك بعد ما الحماس ده اختفى خلاص وأقول لك أوعى تضيع السنة دي زي السنة اللي قبلها والسنة اللي قبلها والسنة اللي قبلها، لا السنة دي خليها سنة تفرق معاك بشكل كبير جدا، وهقول لك على أهم 3 عادات تبدأ بيهم في 2024 هتخليها أفضل سنة في حياتك. لو طلعت بال3 أهداف دول أو بال3 عادات دول في السنة دي بس، فأنت كده هتبقى حققت أهداف عظيمة جدا من خلال السنة دي. أول عادة لازم تبدأ بيها وهي إنك تقسم يومك وأهدافك في اليوم على مواعيد الصلاة، تمام؟ وده هيساعدك بشكل كبير جدا إنك تحقق أهدافك وتلتزم بالصلاة، تمام؟ يعني مثلا هتعمل إيه؟ هتقول إن أنا من الفجر للظهر هذاكر مادة العربي، تمام؟ من الظهر للعصر هذاكر رياضيات، من العصر للمغرب بحل في الإنجليزي شوية، وهكذا. شوفي الأهداف بتاعتك وقسمها على مواعيد الصلاة. يعني مثلا انت عايز تروح الجيم يبقى ليه وقت محدد بعد الصلاة، مثلا انت بتقول ان انا بعد صلاة الظهر بروح الجيم، او بعد صلاة العشاء بصلي العشاء في مسجد كذا وبطلع على الجيم، وهكذا. قسم الاهداف بتاعتك اللي عايز تحققها في اليوم على مواعيد الصلاة بتاعتك. الفكرة دي اول حاجة هتخليك تلتزم بالصلاة، وده سبب نجاحك في الدنيا وفي الاخرة. اول حاجة هتتسأل عنها الصلاة، فالصلاة مهمة جدا انك تحاول تبدأ تظبطها وتظبط علاقتك بربنا. تاني حاجة هتخليك تحقق اهدافك بكل سهولة، لان كل اهدافك خلاص بقى ليها وقت محدد ومكان محدد. انت خلاص عارف ان انت بعد صلاة الظهر بتذاكر كذا، بعد العصر هتعمل كذا، فده هيخليك تلتزم باهدافك بكل سهوله وتحققها بكل سهوله ان شاء الله. ده ان انت لو ما كنتش ملتزم بالصلاه وطلعت من السنه دي بس انك التزمت بالصلاه بتاعتك، فده كده انت حققت انجاز عظيم جدا وفزت فوزا عظيما ان شاء الله. فربنا يثبتنا جميعا ونقدر نلتزم بالصلاه في مواعيدها ان شاء الله. العاده رقم 2 وهي الرياضه، ودي اهم عاده تعملها لصحتك عموما، لانها هتحسن من صحه المخ، هتزود تركيزك وذاكرتك، هتقلل الضغط والتوتر والاكتئاب، هتقوي العظام والمفاصل والعضلات، هتقلل خطر الاصابه بامراض القلب والسكري والعدوى والسرطانات كمان. ده غير انها بتحرق سعرات حراريه وهتساعدك في تقليل الوزن، وطبعا ده من اهم اختصاصاتنا في القناه. فانت لو مهتم بالتغذيه والتخسيس والتاهيل والحاجات دي كلها فلازم تشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما ننزله ان شاء الله. وعلشان تخلي الرياضه عاده لازم برضو يكون ليها وقت محدد ومكان محدد تلتزم بيهم، عشان اول ما يجي الوقت ده في المكان ده هتلاقي نفسك بتعمل العاده بكل سهوله. يعني انت خلاص محدد مثلا ان بعد صلاه العشاء بروح جيم الابطال اتمرن فيه، فخلاص ده بقى بكل سهوله ان انت بقيت عاده عندك هتصلي العشاء بتطلع على جيم الابطال، خلاص انت اتبرمجت، مش محتاج كل مره تقعد تبذل مجهود عشان تبدا العاده دي، لا خلاص العاده دي هتبقى في الروتين بتاعك الطبيعي وهتقدر تحققها بكل سهوله ان شاء الله. العاده رقم 3 وهي القراءه. القراءه من اهم العادات اللي هتخليك تطور من نفسك وفكرك وتوسع مداركك في جميع جوانب الحياه. يعني في اول السنه كده هات اللايف ويل وابدا قيم نفسك في جميع جوانب الحياه، واعرف ايه الجانب اللي انت مقصر فيه او عندك ضعف فيه ومحتاج تتعلم فيه اكتر، وابدا هات كتب PDF حتى وابدا اقرا في الكتب دي على PDF، سواء هتقرا في الكندل او هتقرا في كتاب ورقي، الاثنين زي الفل، بس المهم انك تقرا. وطبعا ما تخافش انك تبدا قليل، لكن المهم انك تلتزم. الاستمراريه هي سر النجاح. يعني تعمل ايه؟ يعني الرياضه هنقول مثلا هنعمل 5 دقائق كارديو في البيت. لو انت مش بتمارس رياضه خالص هتبدا بال5 دقائق دول، مجرد ما بتبداهم في اسبوع في التاني بتلاقي نفسك خلاص دخلت في المود بتاع الرياضه وقادر تزود، وانت نفسك عاوز تزود عشان توصل لنتيجه احسن، لان انت كل ما بتوصل لنتيجه كل ما ده بيحمسك ويزود ارادتك انك توصل لنتيجه اعلى منها. كذلك في القراءه تعمل ايه؟ هبدا بصفحه في اليوم، تمام؟ لقيت نفسك عايز تقرا اكتر والكتاب عجبك، اقرا، افتح، يعني ربنا فتح عليك زود براحتك. جيت في يوم تعبان ومكسل ومالكش نفس، خلاص هي الصفحه دي اللي انت ملتزم بيها، مش هتاخد معاك دقيقه وتخلص، تمام؟ بس هي خلاص بقت عاده اساسيه عندك، انت محدد لها وقت محدد ومكان محدد بتقرا فيه، تمام؟ عاده اساسيه وثابته، تعبان، زعلان، متضايق، فرحان، مبسوط، هي عاده موجوده. ربنا فتح عليك وقادر تزود عن الصفحه، زود براحتك. مش قادر اكتفي بالصفحه دي. الاستمراريه هي سر النجاح.
قليل دائم خير من كثير منقطع. تمام؟ طيب لو يوم وقع منك بقى وجيت يوم كده كنت محبط خالص وما قراتش فيه وما عملتش فيه رياضه، افتكر قاعده اساسيه مهمه جدا، دي اهم قاعده هتحافظ على الاهداف بتاعتك، وهي نيفر ميس توايس. تمام؟ يعني ايه نيفر ميس توايس؟ يعني لو انت النهارده ما عملتش اي حاجه، اعمل صح على الاهداف دي واكتب جنبها قاعده نيفر ميس توايس عشان تيجي بكره تعملها. اوعى تقع يومين ورا بعض. لو وقعت يومين ورا بعض انت خلاص بدات تكسر الروتين بتاعك، اللوب بتاعك بدا يتكسر خلاص. نيفر ميس توايس. انا النهارده تعبان وما عملتش حاجه، تمام مفيش مشكله عادي خالص، اعمل صح على الاهداف بتاعتك كانك عملتها، وبكره تلتزم بيها تاني وافضل مستمر في السلسله بتاعتك وما تكسرش العاده بتاعتك يومين ورا بعض. عشان كده انت خلاص هتبدا بقى ايه، طب بكره، طب الاسبوع الجاي، هتبدا خلاص بقى في مجهود عشان ترجع للعاده دي تاني. فاوعدك لو انت بدات تطبق الثلاث عادات اللي احنا قلناهم دول، انك تقسم اهدافك على مواعيد الصلاه وتلتزم بالصلاه، مهمه جدا جدا جدا، اهم حاجه في حياتك تعملها حاليا. تمام؟ انك تبدا تمارس رياضه بشكل يومي في وقت محدد ومكان محدد، حتى لو 5 دقائق زي الفل مفيش اي مشكله. انك تبدا قراءه يوميا حتى لو صفحه واحده زي الفل مفيش اي مشكله. تمام؟ لو بدات بالثلاث عادات دول هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا في حياتك، هيغيروا حياتك السنه دي حرفيا. وطبعا لو انت ملتزم بالثلاث عادات دول ابدا زود، يعني ابدا زود منهم وابدا زود لهم الوقت وابدا طور من نفسك فيهم، وممكن تزود عادات تانية. ولو حابين نعمل فيديوهات عن المواضيع دي اكتر اكتبوا لنا المزيد، ولو لقينا في ناس عايزه نعمل فيديوهات من دي نزود منها ان شاء الله. بس وبكده يكون الفيديو النهارده خلص. ان شاء الله ننزل محتوى باستمرار كل حد وخميس الساعه 6 ان شاء الله. فنشوفكم يوم الاحد الجاي الساعه 6 على خير، وسنه سعيده عليكم جميعا وكلها انجازات وكلها التزام بالصلاه وبالقراءه وبالرياضه وكل العادات الصحيه. يلا ابداوا في العادات بتاعتكم. نشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.